أهلا. البودكاست اسمه ندوب. البودكاست مهتم بالأفكار اللي بتكون ملفتة في كتب الفلسفة وعلم النفس. غالبا الكتب بتبقى بالإنجليزي واحنا بنوصلها بالعربي، أو ممكن كتب عربي ما تكونش في الضوء قوي. أهلا. أنا كنت قريت جملة منسوبة لكارل يونغ بيقول فيها إن أساس كل الأمراض النفسية هو عدم الرغبة في الشعور بالمعاناة المشروعة. The foundation of all mental illnesses is the unwillingness to experience legitimate suffering. الجملة ملهمة وفي نفس الوقت يمكن تبان مبهمة نوعا ما. في الآخر هقول disclaimer أو اللي هو احذر يعني، فاستنوا للآخر عشان تسمعوا الديسكليمر بتاع الحلقة دي. هي ليها ترجمة تانية برضو، بيقول إن العصاب هو دايما بديل للألم المشروع. Neurosis is always a substitute of legitimate suffering. هنا في الترجمة دي هو أن نيوروزز أو اختص أمراض نفسية معينة اللي هي العصاب، مش الحاجات الذهنية. طيب ايه الفرق ما بين العصاب وما بين الذهان او النيوروزز والسايكوزز؟ النيوروزز او العصاب او السايكونيوروزز ده اضطراب فيه توتر، بس ما فيهوش فقدان للعلاقة مع الواقع ولا فقدان تام للبصيرة يعني. ده وفقا للامريكان سايكولوجيكال اسوشيشن اللي هو الاي بي اي. انما الذهان او السايكوزس ده فيه هلاوس، فيه ضلالات او افكار مش صح عموما يعني. في ناس بيجيلها هلاوس سمعية بصرية، ده سايكوزس مش نيوروز. النيوروزز أخف من السايكوزس وما فيهوش فقدان للتعامل مع الواقع. أنا دورت لقيت في مقال بيشرح المقولة بتاعت يونج اللي احنا قلناها دي. أول حاجة بتلفت النظر في المقولة دي يعني ايه معاناة مشروعة legitimate suffering. أنا طبعا هسيب المقال، هسيب اللينك بتاعه في الوصف بتاع البودكاست الحلقة دي. يعني ايه معاناة مشروعة؟ وفقا للمقال ده، المعاناة عشان تكون مشروعة معنى ده إنها لازم تكون معاناة من الالتحام اليومي بالحياة، يعني أمراض مثلا، إحباطات عاطفية، مشاكل في الشغل، كل دي حاجات مؤلمة. يونغ وفقا لكاتب المقال بيقول إن احتمال الآلام دي كآلام مشروعة احتمالها تمن لإنك تكبر، تمن النمو نحو عالم الرشد أو اكتشاف الذات. هناخد مثال صاحب المقال اخده، وانا طبعا مغيره الاسامي عشان تبقى لايقه على بودكاست عربي. بطبوط. بطبوط حب سمسمه اللي معاه في المدرسه. سمسمه متبادلش بطبوط نفس الشعور، فلما بطبوط اعترف لسمسمه بحبه اعتذرت له بلطف وقالت له ان هما زمايل. بطبوط قدامه كذا اختيار. الاختيار الاول اللي هو الصحي اللي هو الصح وفقا لكاتب المقال، ان بطبوط ممكن يروح ويلعق راحه في اي ركن ويرجع تاني بعد مدة طالت أم قصرت. يرجع يدور على واحدة تانية مناسبة غير سمسمة. في اختيار تاني بقى، ان هو يرفض تقبل رد سمسمة، ده بعينه عدم الرغبة في المعاناة المشروعة. لو بطبوط اختار الاوبشن ده والاختيار ده ودور غضبه لسمسمة وبدأ يحاول غضبه عليها، بغض النظر ان هو مفتري، ايه اثر الافتراء ده على بطبوط ذات نفسه؟ اول اثر ان بطبوط بعد نفسه عن نفسه اصلا. ده كل ده وفقا للمقال. بدل ما يقعد يعيط ويشارك احراجه وجرحه وشعوره بالرفض مع صديق ليه، هو قفل على شعوره بالالم ووجه الطاقه كلها لسمسمه اللي كانت امينه معاه. وفي جمله بيقولك فيها ان الالم المقفول او المتعبي ده بينفجر دوما. لو بطبوط وجه غضبه لاهله ان هم ازاي ما حذروهوش تجاه الالم غير المتحمل ده، هو كده وقف نموه تجاه الرشد عموما. ازاي؟ ده عن طريق ان هو اعاد توجيه المسؤولية عن حياته لناس تانية حتى لو هم اهله. توجيه الخاطئ للمسؤولية ده هيولد كره او احتقار، بمعنى لما اهل بطبوط يحاولوا يدوله اقتراحات او يحاولوا يواجهوه بلطف، هو هيشوف الافعال الابوية دي مش زي ما هي، هو هيشوف اهله بشكل وحش جدا. في حل تالت بقى لبطبوط غير الحلين اللي فاتوا. بطبوط ممكن ببساطة ينسحب من كل محاولات الارتباط عشان يحمي الأنا المجروح بتاعه. ممكن يبدأ يقول نفسه ان هو ما يستاهلش الارتباط،
او المليون فكرة السوداء اللي جواه. بالتالي تصديقه في نفسه وتصديقه في خيرية العالم هيتهز. هو ده كلام صاحب المقال، انا مش مؤمنة قوي بخيرية العالم بصراحة، بس هو كتبها، انا فاهمة الفكرة العامة للموضوع يعني، بس حبيت اقول خيرية العالم دي يمكن جملة ما حبيتهاش يعني. المهم، لو فضل بطبوط يغذي الانسحابية وينسحب عن كل محاولات الارتباط وينسحب عن العالم، الأنا اللي جواه مش هتقدر تتقبل المسؤولية الكاملة عن وحشته وعن عزلته، وبناء عليه وحدته وعزلته وشعوره اللي مبني على أسس إنه ما يتحبش، هينقلب العالم في صورة غضبه على العالم هيحسيه يحس إن هو لوحده أكتر، أقل في نجاحه أكتر، شاكك في نفسه أكتر. دي السكك اللي قدام بطبوط، وده معنى يعني ايه ألم مشروع وعدم الرغبة في تقبل الألم المشروع. هو عامة في المقال ده في عرضه للنتائج هو وصل الحالات، يعني بيوصف الحالات اللي في الأقطاب تماما، يعني السكك إنها سكك منفصلة عن بعض، بس هو في الواقع الحالات ما بتكونش زي الكتب بالظبط، الدنيا مش بتكون زي الكتب بالظبط. ما هو ممكن ياخد سكتين، طب ما هو ممكن يكون يلوم نفسه ويلوم اهله في نفس الوقت. هو مش سكتين منفصلتين الى هذا الحد، هو فصلهم عشان يعرف يبروز كل نتيجة لوحدها ويشرحها، ويشرح يعني ايه ألم مشروع وعدم الرغبة في تقبله. الديسكليمر، اول ديسكليمر، انا مش طبيبة نفسية ومش معالجة نفسية، انا بحب علم النفس وبحب جدا اقرا فيه، بس انا مش حد هيوصف ادوية او هيعالجك نفسيا. ده اول ديسكليمر. تاني ديسكليمر، ان انا لما حبيت ادور على معنى الجمله بتاعت كارل يونج المنسوبه له دي، انا فعلا ما لقيتش في اني كتاب ليونج، بس هبص لها من وجهه نظر ان هي جمله ملقاه تخضع للتفسير الشخصي، بمعنى ان اللي انا بقوله او اللي انا قلته في الحلقه ده مقال عجبني جدا، شرح بجمال اللي انا فهمته واللي فهمه صاحب المقال من يونج او من الجمله المنسوبه ليونج، وليس بالضروره، ليس بالضروره ما قصده يونج. يعني مش بقول ده اللي قصده ولا ما قصدوش، بقول ليس بالضروره، عشان وانا عملت بحث، انا قعدت في الجمله دي قعدت ادور كتير جدا، فانا مش لاقي السياق بالظبط اللي اتقالت فيه ان هي هل ليها نفس المعنى اللي جه في بالي انا وصاحب المقال ولا لا. بس هو صاحب المقال قال اللي في دماغي الى حد كبير، هو وضح بالامثله، وضح بفكره بطبوط، بس هي يعني ده المعنى اللي كان في دماغي، ان هو معنى ان انت مش عايز تخوض المعاناه المشروعه في العالم. فنقدر نقول ان دي رسالة ليا ولكل شخص مش عاوز ان هو ياخد الآن المشروع، انه لازم هناخد بألم، وان يمكن دي تكون الوسيلة الوحيدة اللي هتخلينا اكبر وانضج، ان احنا نمر بالألم المشروع ده ونستحمله ونتجرعه ونشتكي شويتين للي بيحبونا حوالينا، بس مفيش مفر من الألم المشروع ده. ده اللي وصل لي من المقال. يا ريت تقولوا لي رأيكم. بس سلام.